خليني اسالك سؤال بسرعه، انت شغال تكتب ايميلز ورسائل وتظبط اوتوميشن للليدز، بس اخر مره قعدت تسمع ليد او عميل كانت امتى؟ لو شركتك بتشتغل بي تو بي سيرفيسز، فاول خطوه في اي ليد نيرشرنج محترم مش تولز ولا سي ار ام ولا ميل تمبلت. اول خطوه انك تسمع مين؟ ثلاث انواع بس: عميل حالي ومبسوط، عميل كنت هتقفل معاه وما كملش، ليد كان مهتم وبعدين اختفى. كل واحد من دول اعمل له كول 10 دقايق واساله ثلاث اسئله. اول حاجه، ايه اكتر حاجه كانت موقفاك في الاول؟ سعر مثلا، خايف تدفع وما نشوفش نتيجه؟ الريسك، خايف التجربه تفشل قدام الاداره، ولا مش مطمن اننا نقدر ننفذ؟ تاني حاجه، ايه اللي رجح كفتنا او خلاك تختار حد غيرنا؟ تالت حاجه، ايه النتيجه اللي كنت مستني تشوفها عشان تحس ان التجربه نجحت؟ ليدز زياده، سعر اقل، وقت تنفيذ اقل، ولا حد يمسك لك الموضوع من A to Z؟ الاجابات دي هي اللي هنكتب بيها رسائل الليد نيرشرنج بعد كده. الخوف اللي نطمنه، والنتيجه اللي نركز عليها، والقصه اللي هنحكيها. ما تقعدش تخمن البين بوينتس من دماغك، خلي الليدز والعملاء نفسهم يكتبوا لك السكريبت. بعد الفيديو ده اختار عميل حالي او ليد ضاع واعمل مكالمة 10 دقايق واكتب جملة اتعادت على لسانه. الفيديو الجاي هنجمع الكلام ده ونحوله لحاجة اسمها باتل كارد، كارت تعريفي لكل نوع عميل، تخلي كتابة اي نيرشرنج فلو بعد كده اسهل بكتير.